إذا بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير متتابعي صفحة مجلة 24 من أمام عمالة سطات. كتشوفوا الآن الطيابات ديال الحمامات ينظمون وقفة احتجاجية بخصوص لقمة العيش الكريم بعد إغلاق المحلات الحمامات منذ بداية الجائحة أي في شهر 3. الآن كتشوفوا مجموعة من الطيابات يرفعون الشعارات لمطالبة بالعيش الكريم بلقمة العيش احتجاجا على الوضع الكارثي الذي تعيشه مدينة سطات بخصوص إغلاق الحمامات التي أثارت الجدل وسط نشطاء الفيسبوك مدينة سطات. إذا كما تشوفوا مباشرة من أمام عمالة سطات الطيابات أو مستخدمي الحمامات ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بلقمة العيش الكريم داخل مدينة سطات. إذا إنزال أمني من عناصر القوات المساعدة والسلطات المحلية العناصر الأمنية. إذا بارطاجيو الفيديو معنا الإخوان مباشرة من أمام عمالة سطات. إذا كما كتسمعوا مباشرة أن الشعارات يطالبون بتشغيل الحمامات لأن هي لقمة عيشهم. إذا بارطاجيو الفيديو. هذه الفئة المهمشة بمدينة سطات بدون أي تعويضات بدون أي تأمين صحي يعانون الويلات من جراء إغلاق هذه هذه الحمامات. إذن مجموعة من النساء ورجال يشتغلون داخل هذه الحمامات بمدينة سطات يتضرعون جوعا بسبب إغلاق هذه الحمامات. إذن اليوم النساء صدحت حناجرهم من أجل المطالبة بفتح هذه الحمامات. إذن هذه الوقفة في غياب التأطير الحقوقي أو الجمعوي. نساء إلا أن وقفنا أمام عمالة سطات يرسلون رسائلهم بالمجاعة التي وصلت إليهم لمسؤول عامل إقليم سطات.
واش غنديرو؟ عاش مالي عيالات ما عرفنا نفرنو ما عرفنا عاش الملك عاش الملك تمام مدرك إذن لحظة تاريخية مباشرة من أمام مدينة عملة سطات. فتاة تطالب بلقمة عيش، مباشرة ترفع صورة الملك كأنها ترسل رسائل لمسؤولي عملة سطات أننا تضرعنا جوعا رأفة بنا ورحمة بهذه الأطفال التي أخذت على أنها تعلم حتى الوقفات الاحتجاج. رسالة تبعثها طفلة إلى مسؤولي عملات سطات. إذا مباشرة طفلة تعلمنا أو تعلمنا ما معنى النضال، ترفع صورة جلالة الملك وتطالب بلقمة عيش لإغلاق تطالب بلقمة العيش لأنها شدتها مزيانة. هذه هنا غتجيب لكم الخدمة.
اذا صحيح سي محمد، اذا اثاره هذا المشكل ديال ان بعض الحمامات ديال الصونه فاتحين ديال 70 درهم، اللي معروف انهم عندهم 25 درهم 20 درهم. اليوم كتفاجئوا ان هذه الحمامات ديال تركيا، الحمامات التركيه بمدينه سطات وصلت الفرد 70 درهم 80 درهم على حساب كل الفئه. باش كاين شي حمامات اللي وصلتنا ديال هذه الحمام التركيه حتى ل 200 درهم. اذا كتشوفوا هنا يعني حتى المحسوبيه والزبونيه والانتقاء في طريقه الاحتكار على هذه الظرفيه الراهنه اللي كتعيش البلاد في ظل جائحه كورونا. حمامات تركيه حتى ل 80 درهم 90 درهم 70 درهم. اذا هذا دليل على ان عامل سطات خاصو يوقف هذا العبث، لان الناس هادو تما محتاجين لقمه العيش ديالهم باش يخدموا، لان الوضعيه الان ما كتسمحش لهم يستمروا في ظل هذه الازمه اللي كيعيشوا بها. اذا النساء من الطيبات او مستخدمي الحمامات بمدينه سطات ينتفضون اليوم في وجه مسؤولي هذه العماله من اجل المطالبه بالحقوق ديالهم مهضومه منذ شهر 3. اذا بدون تعويض بدون لقمه عيش ياكلها. اذا كما تشوفوا حتى الرساله بعثوها اننا اليوم ان جعنا باغين ما ياكل. إذا بارطاجيو الفيديو الاخوان.